بصوا للامانه انا مش بعرف خالص اعمل كيرلي، انا شعري بيبقى ستريت حتى وهو مبلول، بس انا عرفت اطلع الشكل ده من شعري، فاي جاس ان انا اقدر اساعد ولو بحاجه بسيطه. هاتوا البراش دي يا جماعه بجد خطيره، بتسكشن الشعر حلو قوي مع شويه سكرانش بيطلع كيرلي تحفه. حتى لو انتوا شعركم مش كيرلي بجد بيديكم ديفينيشن الكيرلي، وبتقسم الشعر خصل وكلها متسرحه كويس قوي وكلها قد بعض. انا شعري بيميل اكتر للليس، وخصوصا لما بلف طاقيه بيبقى كانه بجد مكوي، بس المشكله في الصيف العرق الكتير بيخلي بجد كل حاجه تبوظ، وده اللي بيخليني اسعى ان انا دايما اقعد اعمل كيرلي لغايه لما اوصل لبجد يعني شكل كيرلي ممتاز. وبما اني بقالي يجي 4 سنين كل صيف بحاول مع الكيرلي، فدي اكتر مره اعرف اعمل كيرلي شكله تحفه وبيتلولو كده ولذيذ قوي. مجرد بس ما بستخدم الفرشه هي بتقسمهم لي سيكشنز وانا بسيبهم خالص، بعد كده برجع في الاخر اعمل شويه سكرانش بساط جدا، بلف في فوطه المايكرو فايبر عشان لو في اي مواد زياده تمتص، وبعد كده بجد بيبقى خطير. بسيبه بقى في الهواء ينشف، بجد بيبقى شكله حلو قوي وبيبقى احلى كمان من التصوير.